عمرك سألت نفسك ليه بيكون في ناس كل شوية يطلع لها فكرة مشروع جديدة وناس تانية معاها فلوس بس ما بيجيلهاش ولا فكرة لأي مشروع؟ وسبحان الله هتلاقي دايما اللي عنده أفكار ما عندوش فلوس، واللي عنده فلوس ما عندوش أفكار. أنا مش جاي النهاردة أشرح لك أسباب حاجة زي كده، إنما أنا جاي أشرح لك حاجة أهم أنت جاي عشان تعرفها. أنا محمد أبو الخير، وفي فيديو النهاردة هعلمك طريقتين مش طريقة واحدة تقدر تطلع بيها أفكار مشاريع مناسبة ليك وتقدر تشتغل عليها من دلوقتي. فورقة وقلم وكوباية قهوة وركز معايا. الطريقة الأولى اللي أنا هشرحها هي الطريقة التقليدية اللي معظم الناس بتفتح بيها أول مشروع ليها، وهي إن هي تدور على المشاكل، لأن أي بيزنس بيبقى بيحل مشكلة. خلينا نمشي مع بعض خطوة بخطوة عشان تقدر تفهم الطريقة بالظبط. احنا هنا في الطريقة دي هدفنا إن احنا نلاقي شخص معين عنده مشكلة معينة ونقدم له حل مناسب. خلينا نبدأ بأول عنصر، وهو إن احنا نلاقي مين هو صاحب المشكلة اللي هنبدأ نستهدفه. لازم تلاقي المشتري الأول قبل ما تبدأ تعمل المنتج، وتتأكد ان المشتري ده هيقدر يدفع عشان الحل اللي هتقدمه. خلينا نفترض مثلا عشان نبسط المعلومة وتتفهم اسرع ان انت دكتور علاج طبيعي وعايز تبدأ مشروع. في 3 انواع رئيسية من الناس اللي انت المفروض تبدأ تبص عليهم في حياتك عشان تعرف مين هو المشتري بتاعك. النوع الاول من الناس هو النوع اللي عندهم نفس المشاكل اللي زيك، يعني مثلا دكاتره زيك وانتم كلكم مثلا بتعانوا في ان انتوا تلاقوا الادوات اللي انتم بتشتغلوا بيها. النوع الثاني هو الناس اللي انت ساعدتهم قبل كده، ممكن يبقوا ناس عندهم حاله معينه انت بتعالجها وبقيت متخصص فيها وعندك خبره فيها. اما النوع الثالث فهو ناس مش لاقيه اصلا الحاجه اللي انت بتقدمها لانها لسه مش موجوده وانت هتبقى اول واحد تقدمها. زي مثلا ان انت تقدم برنامج تاهيلي لناس عملت عمليه معينه ما كانش فيه قدامهم الفرصه دي قبل كده عند اي دكتور. فدول 3 انواع تقدر تبص عليهم في حياتك اليوميه عشان تشوف مين الناس اللي تقدر تقدم لها حلول للمشاكل بتاعتها. نيجي الخطوه الثانيه بعد ما حددنا مين المشتري بتاعنا، وهي ان احنا نشوف ايه المشكله اللي عنده اللي احنا هنبدا نحلها. ان فكره مشروعك تبقى بتحل مشكله ده شيء اساسي في اي بيزنس. مفيش بيزنس مش بيحل مشكله، الناس بتشتري حلول. ستاربكس مثلا كبيزنس الحل اللي بيقدمه هو ان هو بيعمل قهوه للناس اللي بتحب القهوه بس مش بتعرف تعملها في البيت. عندك ابلكيشنز زي ستيك وناوي، دول بيخلوا الناس تقدر ان هي تستثمر في العقارات وهي معاها مبالغ صغيره مش مبالغ كبيره. وعشان كده احنا بنقسم المشاكل اللي بتيجي عند الناس ل3 مجالات رئيسيه. اي حل لاي مشكله فيهم بيبقى مربح جدا وبيبقى بيزغلل عين الزبون زي ما بنقول، لان المشاكل دي بتبقى مشاكل كبيره وبتاثر على نفسيه اي حد عنده نوع من المشاكل دي. وال3 مشاكل دي هي الصحه، الفلوس، والعلاقات. لو المشكله اللي انت هتحلها بتقع في اي مجال من ال3 دول، فاعرف ان انت المشكله بتاعتك والحل اللي هتقدمه هيبقى عليه اقبال كبير. طيب كده احنا حددنا المشكله وصاحب المشكله، وفاضل ان احنا نحدد حل المشكله. طبعا مش محتاج اقول ان الحل بتاعك لازم يكون مناسب للمشكله اللي انت هتحلها، ده حاجه مش هندخل فيها لان شيء يعني منطقي مش محتاجين نتكلم فيه. لكن اللي هتكلم فيه هو ان انت تحدد الحل بتاعك ده هو عباره عن خدمه ولا منتج. انا واحد عاده بميل لناحيه الخدمات اكتر والسيرفيسز، يمكن عشان ده مجالي ومتعود عليه. وانا ليا برضو رأي تاني في الموضوع ده، وهو ان انت الخدمات مفيش عليها تكلفة كبيرة عشان تبدأ. انت عشان تبدأ حاجة تبيعها والحاجة دي مثلا عبارة عن منتج، هتحتاج تشتري السوق وهتحتاج ان انت توصل وهتحتاج تشوف مخزن وتدفع ايجار، وبتبقى تكلفة راس المال للمشروع اكبر بكتير مقارنة بلو انت مثلا مصور افراح مثلا. انت دي حاجة سهل ان انت تبدأها كخدمة، مش محتاج راس مال كبير عشان تبدأها. نقطة تانية مهمة برضو تفكر فيها، هو الحل بتاعك ده وان تايم ولا هيبقى سبسكريبشن بيز، زي مثلا الابلكيشنز الكتير اللي الناس بتستخدمها سواء في الشغل او في حياتها الشخصية اللي بيدفع لها سبسكريبشن عشان الناس تفضل تستعملها. انا بصراحة بشوف ان ده افضل نموذج، لانه بيضمن ان العميل هيفضل يدفع مبلغ معين لفترات طويلة مقابل ان هو يفضل يتمتع بالحل اللي انت بتقدمه له. مثلا ممكن ناخد كبسولات القهوة من نسلة كمثال. لو بصينا مثلا على سعر الماشين نفسها هتلاقي ان سعرها 7000 جنيه، لكن لو بصيت على سعر العلبة هتلاقي ان العلبة الواحدة اللي فيها 16 كبسولة سعرها تقريبا في حدود 400 جنيه. يعني انت لو بتشرب علبتين بس او بتستعمل علبتين بس في الشهر، انت كده على مدار سنة انت دفعت اكتر من سعر الماشين ولسه مكمل كمان. ليه؟ لان ده كله recurring revenue انت بتدفع مقابل ان انت تستمتع بالحل اللي هم بيقدموه لك، اللي هو ان انت تشرب قهوة من البيت بتاعك.
الفكره كلها زي ما قلنا ان انت بتلاقي شخص معين تقدم له حل معين لمشكله معينه، والاسهل ان انت تحاول تدور على مشاكل انت اوريدي حلتها لنفسك في حياتك اليوميه، لان ساعتها لما تقول وتطلع مثلا وتبدا تسوق للحل بتاعك ده ان اوكي انا كان عندي مشكله وانا حلتها، وبصوا انا حلتها ازاي، الناس بيبقى عندها ثقه اكتر في الشيء اللي انت بتبيعه لان انت نفسك مجربه على نفسك. ولو محتاج اي مساعده في فكرتك ومش عارف الفكره كويسه ولا لا، تقدر تتواصل معايا على الانستجرام اللي بالمناسبه بقدم فيه محتوى مختلف شويه عن اللي بتشوفه هنا على يوتيوب، وتقدر تحجز استشاره مجانيه من اللينك اللي انت هتشوفه هناك علشان تقدر تتكلم معايا واساعدك لو عندك اي سؤال بخصوص فكرتك. طب نبدا نتكلم عن الطريقه الثانيه واللي هي اكثر تعقيدا شويه من الطريقه الاولى، وهي طريقه الايكيجاي. باختصار الايكيجاي هو مفهوم ياباني قديم بيقول ان اي انسان بيكون عنده هدف في الحياه، والهدف ده مش هيعرف يلاقيه غير لما يبص على 4 جوانب في حياته ويشوف الشيء المشترك بينهم. وال4 حاجات دول هو الحاجات اللي انت بتحبها، الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، الحاجات اللي العالم محتاجها، والحاجات اللي انت ممكن الناس تدفع لك عشان انت تساعدهم فيها. الشيء اللي في النص والمشترك ما بين كل دول هو ده هدفك في الحياة. وبنقدر ان احنا نستخدم المفهوم ده في ان احنا نطلع افكار مشاريع تبقى بتسيرف البيربوس بتاعك في الحياه، وتقدر ان انت تطلع افكار مشاريع ما كانتش ممكن تخطر على بالك. قبل ما ابدا اشرح الطريقه دي بتبقى عامله ازاي، لازم انبه ان الطريقه دي معقده شويه، ممكن ما تظبطش معاك من اول مره لان بتحتاج تدريب وتجريب اكتر من مره. وعشان كده انا بجهز ورشه حاليا هتكون اونلاين بتكلم فيها عن ازاي نقدر ان احنا نطلع افكار مشاريع من مفهوم الايكيجاي، واقدر اساعد فيها الناس ان هي تلاقي افكار مشاريع مناسبه ليها واهدافها في الحياه. تابعني اول باول على انستجرام وعلى يوتيوب وعلى كل المنصات اللي موجوده تحت في الديسكربشن عشان اول ما الورشه دي تجهز تبقى عارف. طيب خلينا نبدا نتكلم عن الطريقه دي وازاي تستعملها. هتجيب ورقه وتبدا ان انت تقسمها ل3 خانات، هتعمل جدول 3 خانات زي ما هو واضح قدامك، كل خانه فيهم بتمثل دايره من اللي اتكلمنا عنهم. هتقول لي طيب والدايره الرابعه؟ الدايره الرابعه اللي هي بتمثل الحاجات اللي ممكن الناس تدفع لك مقابل ان انت تعملها، دي مش هنحطها دلوقتي. هتبدا تكتب بقى على قد ما تقدر في كل خانه منهم. هكتب مثلا في الحاجات اللي بحبها الجيم والاغاني والكتابه، الحاجات اللي انا كويس فيها ان انا بعرف اتعامل مع الناس، انا كويس في الديزاين وفي تنظيم الحفلات مثلا، والحاجات اللي انا شايف ان العالم محتاجها، ان التعليم يبقى افضل وارخص، ان يبقى في نظام نقل عام افضل، وان كله يبقى عنده اكسس للعلاج النفسي. انا عشان وقت الفيديو هكتب 3 حاجات بس ونكمل شرح. بعد ما كتبنا هتبدا تختار بشكل عشوائي واحده من كل خانه من الخانات اللي اتكلمنا عنها، ممكن ترقمهم بارقام وتبدا ان انت تعمل قرعه بالزهره او اي حاجه عشان تخلي الموضوع عشوائي ويطلع لك افكار زي ما قلنا ما كنتش متوقعها. الهدف من الموضوع ده كله ان احنا نطلع واحده من 3 حاجات، يا اما ان احنا نطلع منتج مادي زي مثلا كتاب، اكسسوار، ايا كان، يا اما ان احنا نطلع منتج رقمي او ديجيتال، حاجه زي موقع او ابلكيشن او غيره، او ان احنا نطلع خدمه نقدمها للناس. طبعا انت ممكن تكون تهت في وسط كل ده، فخليني ادي لك مثال بسيط. افترض مثلا ان انا عملت القرعه دي وطلع لي من الحاجات اللي انا كتبتها الكتابه، الديزاين، وتعليم افضل. هناخد الشيء اللي انا بحبه والشيء اللي انا كويس فيه وادمجهم عشان اطلع حاجه من ال3 اللي قلنا عليها. يعني لو جربت مثلا ادمجهم في شيء ملموس، فالكتابه والديزاين مثلا ممكن اعمل كتاب عن الديزاين. لو انا مثلا عايز ادمجهم في حاجه الكترونيه ممكن يبقى برضو كتاب بس الكتروني. ولو قلنا مثلا ان انا عايز اعمل منها خدمه فممكن نقول ان انا اقدم دوره عن الديزاين. هتقولي طيب والحاجه الثالثه اللي العالم محتاجها؟ دي هنبدا بقى بعد ما نطلع وندمج الحاجه اللي بنحبها مع الحاجه اللي احنا كويسين فيها، نبدا نشوف ازاي نفيد العالم بيها. ففي ال3 حالات اللي احنا قلنا عليها هتلاقي ان احنا كده احنا اوريدي بنفيد العالم، احنا مش محتاجين نزود او نعدل في الفكره. في حالات هتلاقي الموضوع ظابط زي الحاله اللي انا شرحتها لك دي، وفي حالات تانية هتلاقي الموضوع مش راكب ومحتاج منك تفكير اكتر. ميزه الافكار اللي انت هتطلعها من الطريقه دي ان دي افكار كلها عن حاجات انت بتحبها وشايف ان هو ده الصح اللي المفروض يتعمل، فممكن تشتغل عليها 24 ساعه من غير ما تبقى تعبان ومن غير ما تزهق ومن غير ما تحس ان انت شغال، لا انت بتحس ان انت بتعمل حاجه بتحبها. طب هل وصولك للفكره ده معناه ان هي فكره تستحق ان انت تجربها؟ لازم تتعلم الصفات الكويسه في اي فكره مشروع عشان منين ما يجي لك اي فكره تبقى عارف تقيم الفكره دي تستاهل ان انت تجربها ولا هي فكره ملهاش سوق من البدايه فبلاش تضيع عليها وقت.
ومن اول المؤشرات على جوده الفكره بتاعتك ان الفكره دي ليها سوق كبير وان السوق ده لسه بيكبر. فالحاجات اللي زي دي ما تعتمدش على رايك انت بس، ولازم تبدا تعمل ريسيرش وتسال الناس اللي حواليك وتسال الناس اللي اوريدي في المجال ده، عشان الناس دي هي اللي هتفيدك وهتعرفك الفكره دي تستاهل ولا لا. عندك مواقع زي ترند هانتر او ثينك وذ جوجل او نيلسون، كل دي مواقع هتلاقي فيها تقارير مهمة عن آخر تطورات الأسواق وسلوكيات المستهلكين في العالم كله. وطبعا دي أمثلة بسيطة عن إزاي تعمل ماركت ريسيرش، لكن ده موضوع كبير ممكن نبقى نعمل عنه فيديو تاني لوحده لو مهتمين. المهم تبقى عارف إن السوق اللي أنت هتدخله سوق كبير ولسه بيكبر، بحيث يتيح لك إن أنت تقدر تكبر مشروعك، لأن أي فكرة ليها سقف محدد هي فكرة مش حلوة. لازم تحاول تحرص كمان إن فكرتك ما تبقاش فكرة موسمية. لو بصينا مثلا عن مصورين الأفراح أو قاعات الأفراح، اي حاجه لها علاقه بالافراح هتلاقي ان هي موسميه. في مواسم معينه الناس بتبعد عن الحاجات دي، ما بتعملش افراح فيها، زي الشتاء زي رمضان. في الاوقات دي هتلاقي اي حد بيشتغل في مجال الافراح دخله بيقل والبيزنس بتاعه ما بيكسبش زي المواسم التانية زي مواسم الصيف مثلا. ممكن كمان تستعمل برنامج زي ايديا بادي اللي بيساعدك ان انت تخطط وتعمل ماركت ريسيرش ويقيم فكرتك كمان. وده لانه عباره عن اي متخصص في البيزنس، ممكن يبقى شغال معاك على تاسيس فكرتك كانه شخص تاني بالظبط. هو اقل بلان فيه ب $15 كل شهر او $72 لو هتدفع كل سنه. لكن من خلال اللينك اللي انا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن تقدر ان انت تشترك ب $69 مره واحده بس، ويبقى عندك البرنامج على طول من غير ما تضطر تدفع ولا كل شهر ولا كل سنه. وكمان اب سومو بتديك 60 يوم تقدر تجرب فيهم البرنامج. لو ما عجبكش تقدر ان انت تقدم على الريفند خلال ال 60 يوم بدون اي اسباب، بدون اي حاجه. قول لهم انا مش عايز البرنامج وهيبداوا ان هم يمشوا معاك في البروسيس بتاعت الريفند. دلوقتي نقدر نروح للنقطه اللي بعدها وهي تجربه الفكره بتاعتك. بعد ما لقيت الفكره سواء بالطريقه التقليديه او الايكيجاي واتاكدت ان هي فيها الصفات الكويسه، لازم قبل ما تبدا تستثمر وتضخ فلوس ان انت تجرب الفكره بتاعتك الاول. وهنا بقى الناس بتنقسم لقسمين هشرحهم لك بشكل عملي. خلينا نقول ان فكره مشروعك ان انت تقدم خدمه منزليه لتصليح الموبايلات، بدل ما الناس تسيب الموبايلات بتاعتها في محلات التصليح، لان انت لاحظت ان معظم الناس مش بتفضل تعمل كده. النوع الاول من الناس هتلاقيه ابتدى يفكر في فكره المشروع اسابيع وممكن شهور، ويبدا يفكر في اسم جامد للابلكيشن، ويبدا يشتغل على لوجو وبراندنج، ويروح يعمل اوراق رسميه للشركه وسجل تجاري، ونبدا نقول احنا هنعمل ابلكيشن ولا موقع، ونعمل ديزاين للويب سايت، وبعدين نشوف حد ينفذ كديفلوبر، وهكذا وهكذا، ونفضل ماشيين في الخطوات دي كلها لغايه لما يزهق او الفلوس اللي معاه تخلص. اما النوع التاني من الناس هتلاقيه واحد راح كلم الناس اللي حواليه، شاف مين عنده موبايلات بايظه، كلم 3 4، لقى كذا واحد مثلا، ابتدى ان هو يروح ويعرض عليهم فكره مشروعه. اكتشف بعد كده ان معظم الناس اللي كلمهم مش عايزين اصلا يصلحوا التليفون، وان هم جابوا تليفون تاني، وان مشكلتهم الرئيسيه ان هم عايزين ياخدوا الداتا اللي عليه من ملفات وصور وفيديوهات وغيره. فعرف ان فكرته الاصليه مفيش عليها طلب، وابتدى يعدلها ويقدم الخدمه التانيه البديله دي للناس، وابتدى يبيع ويكسب وابتدى يكبر وابتدى يبقى ليه اسم. ابتدى ان هو بقى ساعتها يعمل ويب سايت، وساعتها يعمل شركه وسجل تجاري وغيره. والطريقه دي اكبر الشركات اللي موجوده دلوقتي ابتدت بيها. عندنا مثلا مثال شركه زي اير بي ان بي، الفاوندرز بتوعها براين جيسكي وجو جيبا في 2007 اسسوا المشروع ده اصلا عشان ما كانش معاهم ان هم يدفعوا ايجار المكان اللي هم فيه. فكروا وقتها ان اكيد مش هم الوحيدين اللي بتقابلهم المشكله دي، فعملوا اعلان. البيت اللي هم كانوا فيه كان دور ارضي ودور اول. الدور الاول ده عملوا اعلان ان هم عايزين حد يجي يأجر المكان ده، وعملوا الاعلان وفي 3 جم اجروا الدور الفوقاني. ووقتها لما شافوا ان مشكلتهم الشخصيه قدروا ان هم يحلوها، ابتدوا يعرضوا الحل ده لناس تانية، وهكذا اير بي ان بي ابتدت ان هي تأجر الاماكن الفاضيه عند اي حد، سواء اوضه في شقه او شقه كامله، لناس تانية عايزه ان هي تدفع مبلغ قليل مقابل ان هي تقعد في المكان ده. اقل حاجه خالص، انا مش بقول لك ان انت لازم تعمل زيهم بالظبط، بس اقل حاجه جرب حل مشكلتك على الناس اللي حواليك من اصدقاء او قرايب. ده على الاقل هيديك فكره مبدئيه الفكره دي او المشروع بتاعك هينجح ولا لا. لازم تكون عارف ان البيزنس والمشاريع والافكار ريسك، لكنه ريسك على قد اللي انت ممكن توصل له بالظبط. كل ما كان هدفك اكبر كل ما كان الريسك بتاعك اكبر والريورد بتاعتك اكبر. وخليك عارف ان محدش بينجح في مشاريعه من اول مره، لازم يجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما تلاقي الفورمولا الصح. اتمنى بجد ان انت تكون استفدت من الفيديو ده وقدرت ان انت تلاقي فكره كويسه تبدا بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش اكيد تعمل سبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن بيل عشان يوصلك كل جديد احنا بننزله. وزي ما بحب اقول دايما في الاخر، خليك فاكر ان اللي بيعمل ما بيقولش، واللي بيقول ما بيعملش. سلام.